ازيكم طلاب وحبايبي في كل حته في مصر، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. كلامي بقى بيخص الكتاكيت الصغننين اولى اعدادي. عايز اقول لك ان امتحان شهر ابريل بامر الله بقى مع حضرتك النهارده. ازاي؟ خليك معايا في المراجعه دي وانت هتعرف ازاي ان شاء الله. طيب، تعالى مع بعض كده نشوف ان احنا عندنا طبعا الوحده دي عندنا فيها الدرس الثاني وهو درس طاقه الحركه. فتعالى بص معايا كده يا عزيزي الطالب الجميل، طاقه الحركه دي بتقول ايه ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اول حاجه لازم تكون عارفها ان طاقه الحركه دي اللي هي رمزها كي اي، الطاقه اللي بيكتسبها الجسم نتيجه حركته او الشغل المبذول اثناء تحريك الجسم. ده تعريفها، بيقول لك ان الطاقه اللي بيكتسبها الجسم اثناء او نتيجه حركته او الشغل اللي انا ببذله وانا بحرك الجسم بتاعي. يعني انا دلوقتي بحرك جسمي اهوت، فده معناه ان انا بعمل ايه؟ بعمل طاقه. جميل جدا. قال لك طيب، وتقدر طاقة الحركة بوحدة مين؟ الجول. فما معنى أن طاقة حركة جسم تساوي 50 جول؟ أقول له أي أن الطاقة اللي بيكسبها الجسم نتيجة حركته بتساوي كام؟ 50 جول. دي حاجة عايز أقول لك عليها. سؤال ما معنى قولنا أن ده يا حبايبي مش بس لطلاب أولى إعدادي، لا ده لأي طالب بيشوفني سواء كنت أولى إعدادي أو تانية إعدادي أو تالتة إعدادي. فسؤال سؤال ما معنى قولنا أن ده بيتحل إزاي يا دكتور؟ هقولها لك. وأنت بتقرا السؤال لقيت كلمة أنت حافظ ليها تعريف في المنهج، حط التعريف اللي أنت حافظه والرقم اللي هو مديهولك في المسألة أو في السؤال حطه في الآخر، بس كده. لو جيت بصيت للسؤال ده بيقول ايه؟ ها، ما معنى طاقة حركة؟ انا لسه واخد تعريف طاقة الحركة فوق اهو. الطاقة اللي بيكسبها الجسم او الشغل المبذول. بص كده التعريف او بص كده الإجابة، أي أن الطاقة اللي بيكسبها الجسم نتيجة حركته بتساوي 50 جول. كل اللي أنا عملته إيه؟ خدت التعريف الجميل ده أهوت، وقمت جاي حاطه كله أهوت، وواخد الرقم اللي هو مديهوني ومنزله فقط لا غير. لك أن تتخيل. طيب بعد كده قال لي العوامل المؤثرة في طاقة الحركة لازم تكون عارف إن هما حاجتين: كتلة الجسم وسرعة الجسم. تاني، كتلة الجسم وسرعة الجسم. وتبقى عارف واخد بالك إن كل ما زادت الحركة زادت طاقة الحركة. طب وإذا زادت السرعة زادت طاقة الحركة برضه. عشان كده يجي يقول لك ما هو قانون طاقة الحركة؟ الكي إي ده بنقول نص الكتلة في مربع السرعة. يبقى الكي إي دي بتساوي كام؟ نص الكتلة في مربع السرعة اللي هو نص الام في مين؟ في مربع السرعة اللي هو V2. V ايه يا معلم؟ 2. طب جميل جدا. يجي يقول لك ما معنى ان طاقة حركة الجسم بتساوي زيرو؟ ها، اي ان الجسم في حالة سكون. لما انا اقول لك في طاقة الحركة للجسم بتساوي صفر، ده معناه ان الجسم طبعا ما بيتحركش خالص. جميل جدا. دي أسئلة ماذا يحدث، عايز حضرتك تاخدها كده من عندك مثلا وتراجعها سكرين لأنها مهمة برضو. طيب تعال نبص كده نفهم العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. بيقول لحضرتك إيه؟ هنعمل تجربة صغننة أهو، نشاط عملي. نشاط عملي يوضح العلاقة بين مين؟ بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. بيقول إيه؟ اجذب كرة البندول من موضعها الأصلي A إلى موضع B. بص دي كرة بندولة اهيت، موضعها ايه اهو. حلو. بيقول لك خدها من ايه وديها لايه؟ لبي. حلو. وبعدين ثم دع الكرة تتحرك بحرية. يعني من عند بي بقى سيبها تتحرك مع نفسها. حلو. وبعدين يا عم قال لك هنلاحظ تتحرك كرة البندول يمينا ويسارا حول الموضع ايه. يعني لو انا ده كان بندول اهوت عند الموضع ايه، قمت انا جاي واخد البندول ده من عند ايه حاطه عند بي اهو، وبعدين سيبته يتحرك مع نفسه. فالطبيعي ايه اللي هيحصل لما اسيبها؟ هتلاقيها نازله كده، هتقعد تعمل ايه؟ تتحرك يمين وشمال من عند النقطه A، وتقل سرعتها كلما ابتعدت عن A حتى تصل للزيرو عند الموضعين B و C، وتكون سرعتها اكبر ما يمكن اثناء مرورها بالموضع A. عامله بالظبط زي فكره المرجحه حوالين بتاعه المولد دي، بتقعد تعمل كده دي، تلاقيها دايما عند اعلى نقطه تلاقيها جابت الصفر وبعدين ترجع تاني. اسرع حاجه تيجي عند ايه؟ نقطه السكون بتاعتها، تلاقيها نازله لغايه ما تجيب الصفر. صح ولا ايه؟ جميل قوي. نفسر من ده ايه؟ ان طاقه الوضع بتقل وطاقه الحركه تزداد. اذا طاقه الحركه بتقل وطاقه الوضع تزداد. وبناء عليه هنا بقى عايز اقول لك ما هي الطاقه الميكانيكيه. اقول لك هي مجموع طاقتي الوضع والحركه لاي جسم متحرك. اي جسم متحرك في الدنيا مجموع طاقتي الوضع والحركه بتاعته اقدر اقول ان دي الطاقه الميكانيكيه. وتبقى عارف ان الطاقه الميكانيكيه اللي هي رمزها ام اي، بقدر حضرتك لاي جسم العلاقه الرياضيه منين بجيبها؟ منين؟ من الام اي بتساوي طاقه الوضع زائد طاقه الحركه بي اي زائد الكي اي. يبقى ام اي بتساوي بي اي زائد كي اي. طب جميل قوي. يجي يقول لك هنا تخيل معايا كده
عند قصف جسم رأسيا لأعلى. لو أنا هجيب جسم وارفعه لأعلى مرة واحدة، حلو، فقال لك هتزداد طاقة الوضع وبالتالي هتقل الحركة، وفي الحالة دي تكون الطاقة الميكانيكية للجسم بتساوي طاقة حركة الجسم لأي لحظة قصفه لأعلى. بص كده تطبيق: تجنب رفع الأجسام الثقيلة لأعلى من على الأرض بطريقة تضر عمودك الفقري حتى لا يكون التحميل على الظهر بل على عضلات الساقين لضمان توزيع الثقل بشكل متوازن. يعني حضرتك وانت بتشيل حاجة تقيلة من على الأرض ما تنزلش بظهرك كله وتشيلها، ده هيأثر على فقرات العمود الفقري بتاع حضرتك، ولكن اللي أنا عايزه منك إنك تنزل على رجلك تشيل وترفع. كده أنت عملت إيه؟ حملت على عضلات رجلك اللي هي طبعا أقوى بكتير. جميل جدا. أولا تطبيقات حياتية، خلينا نعرف مع بعض توليد الكهرباء من السد العالي. توليد الكهرباء من السد العالي، قال لك يعد السد العالي بأسوان من أهم المشروعات الهندسية بمصر في القرن الماضي لاستغلال طاقة المياه. جميل. حيث إن إحنا بيتم تحويل طاقة وضع المياه المحتجرة خلف السد إلى طاقة حركة عند اندفاعها لأسفل، وبالحالة دي تتسبب هذه الطاقة الحركية للماء في إدارة التوربينات وتولد الكهرباء بطريقة مستدامة. ثانيا قال لك كرة الهرم أو كرة، أنا آسف، الهدم. تستخدم كرة الهدم في هدم المباني القديمة. كرة الهدم دي بنستخدمها إن إحنا نهدم المباني القديمة نتيجة تحول طاقة الوضع المختزنة في الكرة الثقيلة المعلقة على ارتفاع عند تحريرها إلى طاقة حركة. جميل. حيث تنتقل هذه الطاقة إلى المبنى عند اصطدام الكرة به فتتسبب في هدمه. جميل جدا الجزء ده. تعال بقى نفهم يلا مع بعض العلاقات الغذائية في الجماعات الحيوية. لازم تكون عارف إن ما هي كلمة النظام البيئي يا دكتور. والنظام البيئي عندنا هو أي مكان فيه كائنات حية، يعني مجتمع حيوي ومكونات غير حية، ويتضمن عدة مستويات. يعني أي مكان فيه كائنات حية وكائنات غير حية أو كائنات قادرة إنها تتعايش وحاجات جماد ما تتعايش، ده اسمه مجتمع أو نظام بيئي. طب الكائنات الحية مين؟ طبعا عارفين يا إما نبات يا إما حيوانات يا إما طيور. حيوانات، ماشي. وفي مكونات غير حية زي المية والهواء والتربة. جميل جدا. قال لك فيتضمن النظام البيئي عدة مستويات. ركز بقى، النظام البيئي بتاعنا ده ليه عدة مستويات. أولا مستويات التنظيم. أولا لازم تكون عارف يعني إيه كلمة فرد، والفرد هو كائن حي ينتمي لنوع معين من الكائنات الحية. يعني أنا اسمي فرد بنتمي للإنسان، زي في حيوانات بتنتمي للحيوانات، نباتات بتنتمي للنباتات، يبقى ده اسمه فرد. ثانيا الجماعة الحيوية، وهي مجموعة أفراد النوع الواحد التي تعيش في مكان واحد وزمان واحد. يبقى دي كده إحنا كبشر عايشين مع بعض، اسمنا جماعة حيوية. جميل جدا. بعد كده عندي حاجة اسمها النوع، ودي الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحية. عظيم. بعد كده المجتمع الحيوي، وهي أفراد الجماعات الحيوية المختلفة والتي تعيش في نفس البيئة. يبقى لو خدت بالك رسمة بسيطة ده كده اسمه نوع لوحده. طب مع حبة زمايله يبقى اسمهم مجتمع حيوي. جميل جدا. طب دول بقى مع بعض اسمهم نظام بيئي. يبقى اهو بص، الجماعة الحيوية ده المجتمع الحيوي، بعدين يعمل لك حاجة اسمها نظام بيئي. جميل جدا. طيب ما هي أنماط العلاقات الغذائية؟ يعني بين اللي احنا لسه قايلينهم دول، نمط العلاقات الغذائية بينهم يا ولاد؟ قال لي بكل بساطة، أولا لازم تكون عارف إن في 4 أنماط للعلاقات الغذائية. أول علاقة وهي الافتراس، ثانيهم التنافس، ثالثهم تبادل المنفعة، رابعهم المعايشة. يبقى لما أجي أقول لك أنماط العلاقات 4، الافتراس، التنافس، تبادل المنفعة، والمعايشة. عظيم جدا 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 الكلام ده يا دكتور. وبعدين قال لك الراجل خلينا نفهم أول حاجة وهي الافتراس. قال لك هي علاقة غذائية بين فردين يعرف أحدهما بالمفترس والآخر بالفريسة. تمام. يبقى الافتراس دي بتبقى علاقة بين اتنين، واحد بنسميه مفترس وواحد بنسميه فريسة. يبقى وبعدين المفترس دايما هو الكائن الذي يستفيد من علاقة الافتراس. لازم تكون عارف إن المفترس ده اللي دايما مستفاد من علاقة الافتراس ده، أما الفريسة هو الكائن الذي يضر أو يفقد حياته من علاقة الافتراس. جميل. تاني حاجة التنافس، ودي علاقة غذائية بين فردين من نفس النوع على مورد غذائي يوجد بكميات قليلة، وهو ما يؤثر سلبا على نموها أو بقائهما. زي مين مثلا؟ تنافس الدجاج على الأكل، أو تنافس الأسود،
أو تنافس الجزلان، كل واحد فيهم بيتنافس على إيه؟ على المورد اللي هياكله، وعشان كده بيكون قليل، فاللي بيعرف ياكل أسرع، اللي بيعرف ياكل بسرعة، اللي هو فاهم اخطف واجري. تمام. ثالثا يا دكتور تبادل المنفعة. قال لك إن في علاقة غذائية بين فردين يستفيد كلاهما من الآخر دون وقوع ضرر على مين؟ على أحدهما. ماشي. زي مين مثلا يا عم؟ قال لك زي النحل يستفيد من النباتات بامتصاص الرحيق من الازهار. كده مفيش، هو النحله كده ضرت الزهره؟ ما ضرتهاش، هي خدت الرحيق منها. زي النباتات يستفيد بانتقال حبوب اللقاح على اجسام النحل من زهره لاخرى لحدوث عمليه التكاثر. النبات بيستفاد من ايه؟ ان حضرتك حبوب اللقاح بتاعته بتنتقل على جسم النحله وتروح للزهره، فبالتالي عمل تكاثر وما ضرنيش برضه. رابعا المعايشة، ودي علاقة غذائية بين فردين يعرف أحدهما بالمتعايش والآخر بالمضيف. واحد يعرف بالمتعايش والآخر يعرف بالإيه؟ بالمضيف. المتعايش ده مين يا عم؟ قال لك ده الفرد الذي يستفيد من علاقة المعايشة. أمال المضيف؟ الفرد الذي لا تعود عليه فائدة ولا يقع به ضرر في علاقة المعايشة. زي مين؟ قال لك زي طائر الزقزاق وتمساح النيل. وهنا طائر الزقزاق بيستفيد من التغذية على بقايا الطعام من مين؟ تخلل أثناء التمساح. يعني التمساح عنده سنان بياكل، تلاقي طائر الزقزاق ده بيعمل إيه؟ بيجي ياكل الأكل اللي بين سنان إيه؟ التمساح. بينما لا يستفيد ولا يضر التمساح. جميل جدا. لا يستفيد التمساح من علاقته مع الزقزاق، هقوله لأنه يستطيع العيش بدون تنظيف أسنانه من بقايا الطعام. فكرة إن طائر الزقزاق بياكل بقايا الطعام اللي فين؟ في سنان التمساح، ده مش مخليه التمساح مستفاد بحاجة، لأن كده كده حتى لو طائر الزقزاق ما جاش خل، هو عادي بالنسبة له مش فارق. ولكن هنا اللي مستفاد مين؟ طائر الزقزاق. وبناء عليه نصنف الكائنات الحية داخل أي مجتمع حيوي إلى حاجتين: كائنات منتجة وكائنات مستهلكة. وما هي الكائنات المنتجة؟ قال لك دي كائنات ذاتية التغذية تستطيع صنع غذائها بنفسها من خلال مين؟ عملية البناء الضوئي. قال لك زي نبات خضراء وطحالب خضراء، زي النباتات الخضراء والايه؟ والطحالب الخضراء. اما بقى يا سيدي الكائنات المستهلكة، ودي كائنات غير ذاتية التغذية تعتمد على غيرها من الكائنات المنتجة في الحصول على غذاء. يعني دي كائنات ما بتعرفش تعمل أكلها بنفسها، فبالتالي بتروح تعتمد على ناس تانية أو على كائنات تانية بتعمل أكلها بنفسها وتقعد إيه؟ تاخد الأكل بتاعها. جميل جدا. صنفنا الكائنات المستهلكة حسب نوع الغذاء. أولا في حيوانات عاشبة، يعني إيه؟ آكلات عشب، تتغذى على نباتات فقط وتتميز بوجود قواطع لتقطيع النباتات. زي مين؟ زي الأبقار والحصان والأرنب. وفي حيوانات لاحمة، يعني آكلات لحوم، بتتغذى على اللحوم فقط وتتميز بوجود أنياب حادة لتمزيق الفرائس مثل الأسد والنمر والتعبان. وفي حيوانات قارطة، ودي بتتغذى على النباتات والحيوانات واللحوم معا مثل الدب والغراب والفار والقنفذ. وفي بعد كده عندي حيوانات كانسة، ودي بتتغذى على بقايا الكائنات الميتة مثل الضباع والنسور والصراصير. جميل جدا. ثالثا الكائنات المحللة، ودي كائنات بتجيب الغذاء بتاعها من جثث الميتين أو الكائنات الميتة زي البكتيريا والفطريات. وبناء عليه يا سيدي الفاضل قال لك الراجل تاخد بالك من حاجة بقى، وهي ليه تعرف الكائنات المحللة بهذا الاسم؟ قال لك لأنها تحلل المواد العضوية الموجودة في أجسام باقي الكائنات بعد موتها إلى مواد بسيطة تختلط بالتربة وتصبح جزء من مكوناتها. لك أن تتخيل أنها بتتحلل لمكونات صغيرة تبقى جزء في الآخر من التربة. طيب إيه فكرة الكروموسومات وانتقال الصفات الوراثية؟ قال لك بص، أولا كده لازم تكون عارف سلاسل الغذاء. وسلاسل الغذاء دي هي إيه؟ هي مسار انتقال الطاقة في صورة غذاء عند انتقالها من كائن حي لكائن حي آخر داخل النظام البيئي. يعني نعرف طريقة الانتقال بتاعت مين؟ بتاعت الأكل عن طريق الكائنات الحية، مين بياكل مين بياكل مين بياكل مين وهكذا. طيب وتعرف كل مرحلة تنتقل فيها الطاقة في السلسلة الغذائية بالإيه؟ بالمستوى الغذائي. جميل. فعند حضرتك حاجة، في حاجة اسمها كائن منتج، كائنات مستهلكة، كائن محلل. تاني، كائن منتج، كائنات مستهلكة، كائن محلل. الكائن المنتج ده يا ولاد يشتغل المستوى الغذائي الأول، يعني هو أول واحد بينتج غذائه. أما الكائن المستهلك هو المستوى يشغل المستويات الغذائية الأعلى من المستوى الأول. أما المحلل فهو يحصل على طاقته من أعلى مستوى غذائي. أهو زي العشب بياكلوا مثلا وليكن الجراد،
طيب وبعدين ضفدعة أهو بص، عشب، جراد، ضفدعة، التعبان. تعالى نعرف السلسلة الغذائية ومكوناتها. أول حاجة لازم تكون عارف إن في أعشاب خضراء، ودي تحصل على طاقتها من الشمس وتمثل الكائن المنتج اللي هو ده. ثانيا الجرادة فتحصل على طاقتها من التغذي على الأعشاب اللي هي الكائن المنتج، ويمثل المستهلك الأول اللي هو المستهلك من الدرجة الأولى، لأن أول حاجة بتبتدي تاكل العشب ده هو مين؟ الجراد. ثم بعد كده تيجي الضفادع وتحصل على طاقتها من التغذي على الجراد، وهي تمثل المستهلك الايه؟ الثانوي اللي هو المستهلك من الدرجة الثانية. ثم بعد ذلك التعابين، ودي بتحصل على طاقتها من التغذي على الضفادع، وهي تمثل المستهلك الثاني، يعني هو المستهلك من الدرجة الثالثة. ثم في الآخر يا عزيزي الطالب الكائنات المحللة، وإن كانت لم تظهر في الشكل إلى أنها تحصل على غذائها من الكائن المنتج والكائنات المستهلكة عند موتها. يعني انتوا بقى اقعدوا كلوا في بعضيكم، وانت تاكل في ده وده ياكل في ده، والدنيا جميلة، وفي الآخر كله عارف مجراه فين؟ عند الكائنات المحللة إن شاء الله. هيحللوا كل الكلام ده. يبقى العشب، جراد ياكل العشب، ثم الضفادع تاكل الجراد، ثم التعبان ياكل الضفدع، ثم تعالى لي يا قلبي عند الكائن المحلل. وبدأنا نصنف السلاسل الغذائية إلى سلاسل برية وسلاسل مائية وسلاسل صحراوية. خليك معايا زي السلسلة الغذائية البرية، حشائش، أرنب، ثعبان، نسر. قال لك في بعض السلاسل الغذائية تلعب بعض الحيوانات دور المفترس والفريسة الاثنين في نفس الوقت. ففي السلسلة السابقة قال لك يفترس الثعبان الأرنب بينما يفترس من النسر. أهو بص كده واحدة واحدة. حضرتك هنا هتلاقي إن مثلا في طحلب حيوان قشري كله، فالأسماك كلته، فجه هنا الفقمة كلتهم، فجه هنا الدب القطبي كل الفقمة، والدنيا جميلة جدا. بعد كده عرفنا الزراعة المستدامة، وهو أسلوب زراعي يستهدف أو الهدف منه تلبية احتياجات الإنسان الغذائية دون الإضرار بالبيئة، مع ضمان استمرارية الإنتاج للأجيال القادمة. حلو. قال لك بعد كده في عندي حاجة اسمها المكافحة البيولوجية، ودي أنظمة غذائية تستخدم فيها الكائنات الحية في القضاء على الآفات الزراعية بدلا من استخدام المبيدات الحشرية. ماشي. زي استخدام الخنافس المنقطة، دي منظرها، دي رسمتها يا ولاد. ده يستخدم اللي هي بنسميها الدعسوقة في التغذي على حشرة المن التي تعد من الآفات الزراعية التي تصيب الخضروات والفاكهة. الخضرة والفاكهة يا ولاد في حشرة بتصيبهم اسمها حشرة المن، انهم احنا رايحين جايبين الدعسوقة تاكل حشرة المن وشكرا كده احنا خلصنا نفسنا من الآفة الزراعية من غير ما نستخدم أي مبيدات حشرية. طب ما هي شبكات الغذاء؟ قال لك هي تداخل وترابط عدة سلاسل غذائية ايه معا. تعال نفهمهم مع بعض. اهو زي ما انت شايف عند حضرتك في حاجة اسمها التوازن البيئي. ما أثر هجرة الطيور على كل من الجراد والثعالب؟ الطيور يا ولاد بتأثر على الجراد أو الثعالب؟ قال لك طبعا. في الجراد تزداد أعداد الجراد لقلة أعداد الحيوانات المفترسة ليها. في الجرادة بالذات يا ولاد بتزداد أعدادها كتير جدا لأن الحيوانات اللي بتفترسها قليلة جدا. أما الثعالب تقل أعدادها ليه؟ لقلة أعداد الحيوانات اللي هي الفرائس اللي هي بتاكلها. وبناء عليه تعالى نعرف مع بعض ما هو أثر التغير في أعداد الكائنات المستهلكة. هنقول رقم 1 الزيادة في أعداد الكائنات المستهلكة الأولية. 2 النقص في أعداد الكائنات المستهلكة الثانوية. يعني مثلا نقول تؤدي إلى نقص أعداد الكائنات المنتجة وزيادة أعداد الكائنات المستهلكة الثانوية، دي المستهلك الأول. طب لو حصل نقص في المستهلك الثانوي هيؤدي لنقص المستهلك الثالثي وزيادة أعداد المستهلك الأول، صح؟ ما هو عشان في نقص. يعني من الآخر غياب أحد الكائنات الحية المتواجد في نظام بيئي في حالة اتزان يؤثر على باقي أفراد السلسلة الغذائية أو شبكة الغذاء، مما يؤدي إلى حدوث خلل في هذا التوازن وربما تدميره. جميل جدا الكلام ده. وبناء عليه عرفت عندي حاجة اسمها هرم الطاقة. وما هو هرم الطاقة يا عزيزي الطالب البائس؟ هرم يمثل مسار الطاقة وكميتها، أو هرم يمثل مسار الطاقة والكمية بتاعتها يعني بين المستويات الغذائية المختلفة في أي سلسلة غذائية. وبناء عليه نقدر نقول إنها بتشغل قاعدة الهرم الكائنات المنتجة، بينما تشغل قمة الهرم الكائنات المستهلكة.
قال لك عن طريق دراسة هرم الطاقة قدرنا نعرف إن سالب 10% فقط من الطاقة تنتقل من الكائنات الحية في أي مستوى إلى الكائنات الحية الأخرى في المستوى الذي يليه، و سالب 90% من الطاقة يتم فقدانه عند الانتقال من أي مستوى إلى المستوى الذي يليه. يبقى هنا أنا آسف 10% وهنا 90% الذي يليه من الطاقة يتم فقدانه عند الانتقال من أي مستوى طاقة فين؟ في الذي يليه. ويقل مقدار الطاقة كلما ارتفعنا من أسفل إلى أعلى من قاعدة الهرم إلى قمة الهرم، وبالتالي تقل أعداد الكائنات الحية. زي ما أنت شايف أهوت، ده كائن منتج 100%. حلو، تلاقي ده 10% مستهلك أول، 1% مستهلك تاني، وواحد من 10 مستهلك ثالث. جميل جدا. يلا بينا ندخل في الدرس اللي بعده وهو الصفات الوراثية والطفرات. حضرتك لازم تكون عارف إن جميع الكائنات الحية بتتميز بمجموعة من الصفات والسلوكيات يمكن نصنفها إلى: أولا صفات وراثية، ودي الصفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم يتم توارثها من جيل لآخر. يعني من غير حاجة اسمها أصل أنا لازم أعلمك، لا، دي صفة هي بتنتقل من جيل لآخر لوحدها. مثلا لون شعر الإنسان، زي لون العيون، قصر أرجل الثعلب القطبي، طول رقبة الزرافة، وجود هيكل صلب يغطي السلحفة. هل دي حاجة الكائن لما جه عملها؟ طبعا لا، دي حاجة ورثها عن أهله وعن أجداده وعن آبائه وإلى آخره. جميل جدا. ولكن عندي بقى حاجة اسمها صفات مكتسبة، ودي صفات لا تنتقل من جيل لآخر أو من الآباء إلى الأبناء، ولكن بيتم اكتسابها من البيئة المحيطة بالتعلم والتدريب، ولا تورث من جيل لآخر. جميل. زي مثلا يعني تعلم الطفل المشي، زي تكوين عضلات بطل رياضي. بطل رياضي لازم لما يتجوز ويخلف يجيب عيل برضه بطل؟ طبعا لا، دي حاجة هو اكتسبها، اشتغل على نفسه. طيب جميل جدا. زي لعب الدولفين بالكرة، تعلم اللغات، قفز الحصان للحواجز. طيب ثالثا قال لك لازم تكون عارف ان في سلوكيات غريزية، ودي سلوكيات ومهارات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم برضه، زي نوم الخفاش في وضع مقلوب، رقاد الدجاج على البيض، كسر سنجاب غلاف ثمرة البندق، نسج العنكبوت لخيوط شباكه لاصطياد الحشرات، بناء الطائر لعشه. دي كلها سلوكيات غريزية احنا او الكائنات دي ورثتها عن اهلها بدون برضو ما يكون في تعلم نهائي. وبناء عليه بدأت أعرف الكروموسومات وانتقال الصفات الوراثية. عرفت إن التكاثر هو عملية حيوية تهدف إلى إنتاج أفراد جديدة تشبه مين؟ الآباء. وبيتم انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق المادة الوراثية، والتي تعرف باسم الكروموسومات. يبقى لما أجي أقول لحضرتك ما هي الكروموسومات تقول لي إيه؟ هي أجسام خيطية الشكل تمثل المادة الوراثية للكائن الحي. عظيم أوي. طيب يبقى الكروموسوم جسم خيطي الشكل يمثل المادة الوراثية للكائن الحي. يبقى المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات توجد فين؟ قال لك في أنوية الكائنات الحية اللي هي حقيقيات النواة، وسيتوبلازم الكائنات الحية اللي هي أوليات النواة. ولازم تكون عارف إن أفراد النوع الواحد بيتفقوا في عدد الكروموسومات التي توجد في خلاياها الجسدية، مثلا خلايا الكبد والعضلات. ويختلف عدد الكروموسومات من كائن حي إلى آخر كما يتضح من الجدول التالي. يعني مثلا الإنسان عنده كل خلية فيها 46 كروموسوم، النحلة عندها 32، الذرة 20. يبقى الإنسان بكل جنسه سواء كنت ذكر أو أنثى، فالإنسان في عنده كام كروموسوم؟ 46. أما النحلة سواء برضه إذا كانت ذكر أو أنثى برضه فيها كام؟ 32. نفس الكلام في نبات مين؟ الذرة. هنا بيقول لحضرتك إمكانية فصل الكروموسومات الموجودة في خلايا الكائنات الحية. قال لك هنجيب ثمار فراولة، نصف كوب مية، ورقة ترشيح القهوة، أكياس بلاستيك ذاتية الغلق، و2 معلقة منظف أطباق، و2 كوب بلاستيك، وواحد معلقة ملح وخلة أسنان وكحول إيثيلي. كل ده هنستنتج من الآخر إن إحنا بنفصل خيوط بيضة اللون على سطح الرشيح تمثل كروموسومات خلايا ثمار مين؟ الفراولة. طب ما تيجي يلا نعرف تركيب الكروموسومات دي إيه يا ولاد؟
قال لي ركز، تركيب الكروموسومات ده يا اخواتي عباره عن ايه؟ بص يا حبيب قلبي، الكروموسوم ده تركيبه يا بابا او ده شكله. حلو، ركز كده معايا الله يرضى عليك. ده شكل الكروموسوم يا اخواتي. الكروموسوم ده ليه تركيبين يا حبيب قلبي. اول حاجه التركيب العام، التركيب العام والتركيب الكيميائي. فكره التركيب العام ايه؟ ان انا عايز اوصف يا اولاد الكروموسوم ده، فبقول ايه؟ هو عباره عن خيطين متماثلين الشكل، يسمى كلا منهما، ركز، باسم الكروماتيد. يعني ده كده يا دكتور اسمه كروماتيد. متصلان معا عند نقطة تسمى سنترومير. تسمى ايه يا دكتور؟ سنترومير، اللي هي النقطة دي يا قلب القلب، سنترومير. يبقى لما اجي اقول لك ما هو التركيب العام للكروموسوم تقول لي ايه؟ هو عبارة عن خيطين متماثلين الشكل، يسمى كل منهما باسم الكروماتيد، متصلان معا عند نقطة تسمى سنترومير. اما التركيب الكيميائي بتاعه، اما مين بقى؟ التركيب الكيميائي، ركز معايا، قال لي ده بقى يا ولاد بسميه حضرتك مكون من حاجتين، حاجة اسمها حمض نووي دي ان ايه، او بروتين. يعني الاتنين كده، حمض نووي دي ان ايه وبروتين. الدي ان ايه ده يا اخويا اللي بيبقى شكله عامل كده، استنى، الدي ان ايه ده يا قلبي بيبقى شكله عامل كده بالظبط، ركز معايا كده، بص كده، عامة ده بيكون شكله، خليني اجيبها لك في حتة اكبر، اهو اهو، ده اسمه الدي ان ايه، وده اللي بيحمل المعلومات الوراثية لسيادة حضرتك. في مشكلة في الكلام؟ جميل قوي. طب تعال نرجع للكلام بتاعنا كنا بنقول فيه ايه. راح فين اهو. جميل قوي الكلام ده يا مستر، وفهمناه والدنيا زي الفل. بص بقى معايا اهو، كده انا عرفت ايه التركيب الكيميائي، دي ان ايه وبروتينات يسمى بالهستونات، والسنترومير ده هو منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا. قال لك التركيب الكيميائي للحمض النووي دي ان ايه هو عبارة عن الجينات، ودي اجزاء من الحمض النووي الدي ان ايه موجودة بالكروموسومات ومسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية للكائن الحي، هي الجينات دي. ولازم تكون عارف ان كل جين متكون من تتابع من وحدات بنائيه اصغر. يعني الجين فيه وحده بنائيه صغيره ليه اسمها النيوكليوتيدات، وتوجد على هيئه شريطين ملتفين حول بعضهما، مكون ما يعرف باللولب المزدوج اللي انا رسمته لك فين في الصفحه اللي قبل دي يا دكتور. طب جميل قوي اهو، ده كده. تعالى بعد كده نعرف ما هي النيوكليوتيدة. هي اصغر وحده بنائيه للحمض النووي دي ان ايه. طب ما هي دور الجينات في إظهار الصفات الوراثية يا إخواتي؟ قال لك والله بكل بساطة لازم تكون عارف إن أنا عندي علم اسمه الوراثة، وده العلم اللي بيدرس انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. ويعتبر العالم جريجور مندل هو مؤسس علم الوراثة. وقدرنا عالمان بيدل وتاتوم قدروا يوصلوا من تجاربهما إلى فرصة جين واحد بيدي إنزيم واحد. يعني ايه فرضيه جين واحد انزيم واحد؟ يعني كل جين بينتج انزيم خاص يكون مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي يؤدي الى تكوين بروتين يظهر صفه وراثيه محدده، زي مثلا وراثه صفه الشعر المجعد. اهو الجين، اهو ركز معايا، جين هينتج انزيم، ينتج تفاعل كيميائي، ينتج بروتين، يديك صفه وراثيه محدده. هنا بيقول لك ما النتائج لو اختلف ترتيب النيوكليتيدات على الدي ان ايه؟ طبيعي هتختلف الجينات الموجوده في الكروموسوم ده،
مما يؤدي إلى اختلاف الصفة الوراثية المسؤول عن إظهارها. ولكن لازم تكون عارف يا سيدي الفاضل إن أنت عندك حاجة اسمها الطفرات. ما هي الطفرة؟ قال لك ظهور صفة وراثية جديدة لم تكن موجودة من قبل نتيجة تغير في طبيعة الجين المسؤول عنها. يعني الطفرة دي بيكون في صفة ظهرت عمرها ما كانت موجودة قبل كده. من صور الطفرات ولادة شخص بكف يحمل 6 أصابع، يعني عيل يتولد بدل شوف كده أنا عندي 5 أصابع همت، تلاقيه هو بعد الشر عننا جميعا عنده 6 صوابع. قال لك استحداث أنواع ضخمة من الأبقار، في كأولاد أبقار ضخمة قوي بدأنا إيه؟ نستحدثها ونستوردها. جميل قوي الكلام ده. طيب، وبناء عليه تعالى نفهم مع بعض أنواع الطفرات بتقول إيه كده. أنواع الطفرات تبعا لمنشأها. قال لك أولا عندي حاجة اسمها طفرات تلقائية وطفرات مستحدثة. خلينا نعرف مع بعض إيه هي الطفرات التلقائية دي. قال لك دي الطفرات التي تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان، زي مثلا ولادة أم سودة البشرة لابن أمهق، طفرة البينو. جميل. طيب الطفرات التي تحدث بقى بتدخل الإنسان وهي إيه؟ قال لك زي إنتاج دجاج بلا ريش، إنتاج دجاج بلا ريش في المناطق الحارة لتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في تكييف المزارع. أنواع الطفرات تبعا لتأثيرها. قال لك لازم تكون عارف إن في حاجة اسمها طفرات ضارة وحاجة اسمها طفرات مفيدة. أولا الطفرات الضارة، ودي طفرة بتسبب ظهور صفات جديدة غير مرغوب فيها وبعضها يؤدي إلى الوفاة. بعد الشر عننا الطفرات الضارة دي بتديك يا ولاد صفات جديدة مش مرغوب فيها جدا، وبعد الشر ممكن تؤدي إلى الوفاة. زي مثلا قالك من الطفرات الضارة تشوه اعوجاج العمود الفقري، ودي من الطفرات المميتة بقى ضمور العضلات وضعفها بشكل كبير في بعض الأطفال حديثي الولادة. أما الطفرات المفيدة زي طفرة تسبب ظهور صفات جديدة مرغوب فيها سواء تمت بشكل طبيعي أو بتدخل الإنسان. من الطفرات المفيدة الطبيعية التلقائية قالك طفرة تغير لون البشرة لتتناسب مع البيئة كما في لون البشرة الفاتح في الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الباردة لمساعدتهم على امتصاص فيتامين د أو دي. من الطفرات المفيدة المستحدثة إنتاج نبات بلا بذور وإنتاج نباتات قمح لا تصاب بمرض إيه؟ صدأ القمح. خدنا التكامل مع علوم الزراعة. قال لك ابتكر المزارعون تقنية زراعية جديدة يتم فيها وضع بعض الثمار في قوالب لها أشكال معينة أثناء نمو النباتات. مما يجعل الثمار تاخد شكل القالب. يعني التقنية دي لا تعتبر طفرة. ليه؟ زي إنتاج البطيخ مكعب الشكل لتسهيل عملية نقله. بقوا بيعملوا كمان البطيخ يا ولاد على شكل مكعب كده. بص كده مكعب، مش البطيخ عبارة عن كورة مدورة، لا ده بقوا بيعملوه دلوقتي على شكل إيه؟ مكعب. تطبيق حياتي. قال لك طفرة تحمل سكر اللاكتوز، وهي من أمثلة الطفرات الطبيعية في الإنسان، حيث يتحول سكر اللاكتوز الموجود في اللبن ومنتجاته مثل الجبن والزبادي إلى سكريات أبسط يسهل امتصاصها بالجسم. وبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر اللاكتوز يشعرون عند شرب اللبن أو تناول منتجاته بمغص وغثيان وأعراض أخرى مؤلمة. أهو زي ما أنت شايف دلوقتي يمكن لهؤلاء الأشخاص اللي بيتعبوا من المنتجات اللبن يبدلوا مثلا الزبدة يبدلوها بإيه؟ بزيت زيتون، اللبن بلبن فول الصويا، مبيض القهوة بلبن اللوز، شوكولاتة البن بشوكولاتة الداكنة. عظيم أوي الكلام ده. أوكي تعالى معايا يا سيدي الفاضل في آخر درس وهو دورة المية. دورة المية لازم تكون عارف إن المية ضرورية لاستمرار حياة الكائنات الحية، حيث يشكل حوالي 70% من جسم الإنسان وهي 71% من تركيب سطح الأرض. يعني المية العذبة حوالي 3% فقط من الماء الموجود على سطح الأرض. يمثل الماء المالح حوالي كام؟ 97%. فيجي يقول لك من الضروري الحفاظ على المياه العذبة وترشيد استهلاكها لضمان استخدامتها في المستقبل عشان نضمن إنها تفضل موجودة معانا في المستقبل يا عزيزي الطالب البائس الحزين. ولازم تكون عارف إن استخدامات المياه في المجالات المختلفة زي الشرب والزراعة والصناعة والنظافة بنستخدمها. طيب وكما يلعب الماء دورا حيويا في تنظيم درجة حرارة كوكب الأرض. طب حالات المياه يا عزيزي الطالب، قال لك يوجد الماء في حالات المواد الثلاثة: الحالة الجاذية وهي بخار المياه، الحالة الصلبة وهو التلج،
الحالة السائلة وهي المية. والمية دايما بتتحول من صورة لأخرى عند فقد أو اكتساب الحرارة يا ولاد. دايما المية بتتحول معاك من صورة للتانية لما بتفقد أو تكتسب حرارة. طيب التبخر، لازم تكون عارف تعريف التبخر بيقول لك إيه؟ هو تحول الماء عند اكتساب حرارة من الحالة السائلة إلى الحالة الجازية عند أي درجة حرارة. طب ممكن نفهم مع بعض معدل التبخر في المناطق الاستوائية؟ قال لك يكون أسرع مما في المناطق القطبية، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس في المناطق الاستوائية تكون إيه يا معلم؟ عمودية. تكون يا دكتور عمودية. جميل جدا. وبالتالي يكون تأثيرها إيه؟ أكبر. بينما في المناطق القطبية تكون أشعة الشمس مالها؟ مائلة، فتتوزع حرارتها على مسافة إيه؟ أكبر، ويكون تأثيرها أقل. زي مثلا لو جينا بصينا مع بعض عملية تبخر الماء وعملية غليان الماء. أنا عارف إن تبخر الماء يتم عند أي درجة حرارة، أما الغليان عند 100، كلنا عارفين ده. إذا وجه التشابه إيه بينهم؟ يتحول الماء في كلاهما من السائل إلى الجاز. طب أما عملية التكاثف وهي تحول الماء عند فقدان حرارة من الحالة الجازية للحالة السائلة عند أي درجة حرارة. عزيزي الطالب الجميل، تعالى ألم لك الحتة دي في الرسمة الجميلة دي. أهو بص كده واحدة واحدة. قال لك لو أنت عندك وليكن تلج، حالة صلبة، هتعمل له انصهار، دي بقى حالة سائلة. جميل. بقى مية، المية تعمل لها تبخر، بقت بخار مية اللي هي الحالة الجازية. طب أنا عايز أرجع من الحالة الجازية اللي هي بخار مية لمية، يبقى أعمل تكاثف. طب عايز أرجع من المية للتلج، يبقى أعمل تجمد. طب لو هفين الشو وعايز أروح من الحالة الصلبة للحالة الجازية، يبقى في الحالة دي أهو بيقول لك بتعمل تسخين، يعني اكتساب طاقة حرارية. طب لو هفين الشو عايز يروح من بخار المية للتلج، تعمل تبريد، يعني فقد الطاقة الحرارية. عظيم عظيم عظيم. وبناء عليه يا طالبي العزيز تعالى نفهم مع بعض ما هي دورة المية. وهي عملية طبيعية تتضمن حركة الماء بين الهواء الجوي والأرض في دورة مغلقة متعددة المسارات. جميل. بناء عليه مصادر بخار الماء في الطبيعة، هو بيتكون بخار الماء في الطبيعة من تبخر المية من مصادر. أولا تبخر مياه المسطحات المائية الكبيرة زي الأنهار والبحار والمحيطات. عملية النتح في النباتات، وهي عملية فقد النبات للماء في صورة مين؟ بخار مية. ماشي. ثالثا تبخر مياه العرق والذي يفرزه الإنسان والحيوان. يبقى أنا كده عندي المصادر المية في الطبيعة 3. تبخر مياه المسطحات الماء الكبيرة، عملية النتح في النبات، العرق عند الإنسان والحيوان. المسارات المتعددة في دورة الماء يا أولاد قال لك 3: التبخر، التكاثف، الهطول. التبخر ودي عملية بتحدث على سطح الأرض بفعل الطاقة المستمدة من حرارة الشمس، يعني نتيجتها إن في طاقة بنستمدها أو الكائنات أو المية بتستمدها من طاقة الشمس، فبتبتدي تتحول معايا لتبخر. أما التكاثف فتحمل تيارات الهواء الملامسة لسطح الأرض بخار المية لأعلى. ماشي. فيفقد طاقة ويؤدي انخفاض درجة حرارته. جميل. إلى حدوث عملية اسمها عملية التكاثف، وبناء عليه تتجمع قطرات المية الدقيقة دي مكونة سحب تحركها الرياح، فتتجمع بداخلها قطرات الماء الدقيقة مكونة قطرات أكبر حجما وأثقل وزنا. ثالثا الهطول، وده بيحدث هطول لقطرات ماء السحب الثقيلة فتعود مرة أخرى إلى سطح الأرض بفعل الجاذبية في صورة أمطار. يبقى ما هو الهطول؟ هنقول عملية تساقط المياه السحب إلى سطح الأرض في صورة أمطار أو تلج أو يعني تلج أو برد فعل الجاذبية الأرضية. حلو. صورة أمطار أو تلج أو برد بفعل الجاذبية الأرضية. بعد كده هعرف حاجة اسمها الجريان السطحي أو التسرب، وهو يتسرب جزء من مياه الأمطار إلى داخل الأرض ويخزن على هيئة مياه جوفية، أما الجزء الآخر فيتدفق على سطح الأرض بفعل الجاذبية الأرضية على هيئة جريان سطحي إلى الأنهار والبحار والبحيرات، وبيتحول جزء منه إلى إيه يا أولاد؟ المحيطات، وباستمرار تلك العمليات تتجدد مياه مين؟ المسطحات المائية. يبقى لو جينا نعرف مع بعض ما هو الجريان السطحي، هقول والله هي عملية تدفق لمياه الأمطار على سطح الأرض، ومنها الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات.
بفعل الجاذبية الايه؟ الأرضية. قال لك تعالى نعرف دورة المية في الطبيعة في عاملان أساسيان اللي بيحافظوا على استمرار دورة المية: حرارة الشمس وقوة الجاذبية الأرضية. حرارة الشمس حيث تعمل على تحريك المية من الأرض إلى الهواء خلال عملية التبخر. أما قوة الجاذبية الأرضية فدي بتعمل على استعادة المية مرة أخرى إلى الأرض حول عملية الهطول، مما يحافظ على توازن النظام. يبقى بالراحة خالص، حرارة الشمس تنزل على المية فتبتدي المية تتبخر تطلع لفوق، تيجي الأمطار تنزل فتنزل الأمطار على مين؟ على المية تاني أو مرة أخرى إلى الأرض بفعل الجاذبية الأرضية. وبص لف بينا يا دنيا، دوخينا يا دنيا. تطبيق حياتي تحلية مياه البحر، هقدر أقول إن هي عملية تخليص مياه البحر من الأملاح الذائبة فيها لتحويلها إلى مياه عذبة. فكرة العمل بكل بساطة إن أنا بحلل تحلية المياه على عمليتين التبخر والتكاثف باستخدام جهاز تحلية مياه البحر زي اللي أنت شايفه ده. بص كده أهو، في هنا مية بحر، فإيه اللي بيحصل؟ بتبتدي أشعة الشمس تنزل فالمية تتبخر، ففي لوح هنا زجاجي يحصل له تكاثف، تنزل هنا مية عذبة. الأهمية: تلعب عملية تحلية مياه البحر دورا كبيرا في مواجهة نقص موارد المياه العذبة الصالحة للشرب أو الري، وخاصة في المناطق النائية. عملية التكثف دي يا ولاد أو عملية تحلية مياه البحر بتلعب دور مهم جدا في المياه العذبة الصالحة للشرب، خصوصا في المناطق النائية. وبكده يا طالبي العزيز نكون خلصنا مراجعة شهر إبريل بأمر الله، امتحانك فيها بالنص. كل اللي عليك انك تتفرج على الفيديو دوت وتشوفه اكتر من مره وتكتب ورايا كل حاجه مكتوبه في الملزمه دي. ولو انت محتاج الملزمه تقدر تبعت لنا على رقم الواتساب وابتدي ابعت لك PDF بتاع الملزمه. يا ريت نشد حيلنا الفتره اللي جايه ونستنى ان شاء الله بامر الله هنزل لكم باقي المنهج على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.